السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ معكم ايمان طه من قناه اطبخها بسهوله. النهارده هعمل معاكم البطاطا المشويه من غير فرن. هنعملها على عين البوتاجاز بطريقه سهله جدا، مش هتاخد منك 5 دقايق، زي البطاطا اللي بنشتريها من على العربيه بالظبط. مش هتفرق عنها، بل بالعكس هتبقى احلى منها بكتير. بسم الله الرحمن الرحيم. متنسوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه واتم السلام. معانا 1.5 كيلو من البطاطا، هنغسله كويس جدا وننضفه وننضف اي طينه فيه. معانا 1 كوبايه من الميه، ومعايا ده ورق انا واخداه من الكراسه بتاع الرسم. اهم حاجه ما يكونش الورق مكتوب فيه، لان الحبر ده ضار جدا. انا هنا جبت حله برش فيها شويه ميه. يفضل ان انت تستخدمي حله ألمونيوم او صينيه، يكون افضل علشان تاخد كلها لون من فوق ومن تحت. البطاطا تاخد لون من فوق ومن تحت. نغطيها بصينيه تاني، يعني احنا هنحطها في صينيه ونغطيها بصينيه تاني مقاس اكبر منها، علشان لما نقلبها على الجنب التاني تاخد لون برضو من الجنب التاني. انا هنا حطيتها في حله ورجعت قلبتها. حطيت نص كوبايه الميه. ان انا برص البطاطا بعد ما رصيت الكميه كلها هغطيها برضو من على الوش بالورق، واكب عليها بقيه كوبايه الميه. واغطيها واحطها على عين البوتاجاز لحد ما تستوي، واسيبها لحد الورقه ما تتحرق من تحت. الورق كله يتحرق وتاخد لون زي ما انتوا شايفينه كده. بجد البطاطا اللي هي محروقه من الورق دي بيكون طعمها حلو جدا، ما تفرقش اي حاجه عن بتاع العربيات تماما. زي ما انتوا شايفين كده، والله العظيم طعمها تحفه، حلوه جدا ومفيده. البطاطا مفيده جدا للاطفال، في نفس الوقت انت عاملاها في البيت نظيفه. انا هنا خدت لون مني ان انا سبت الورقه لحد ما اتحرقت خالص، وقلبتها على الجنب التاني لحد ما خدت لون من الجنبين كده. انما انت لو هتحطيها في صينيه هتقلبي الصينيه على الجنب التاني، هتاخد برضو منك نفس اللون. يكون افضل لو تحطيها في صينيه، تحطي الكميه كلها في صينيه وتسيبيها. كل ما تسيبيها الورقه تتحرق، كل ما تاخد منك لون، وكل ما تديكي طعم احلى في الشوي، وطعم احلى في كل حاجه. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، البطاطا طيبه جدا، مهريه من جوه اهي، مستويه جامد، وطعمها حلو جدا. ولو انتوا اول مره تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.